مارس ضغطا منذ بداية المباراة، تأتى له الهدف المنشود قبل لحظات من نهاية هذا الشوط. والوداد أنا أقول منح الفرصة لميلودي أن يضغط طيلة هذا الشوط باعتبار أنه لم يسدد أي كرة على المرمى. هو أول شيء هدف توقيت الهدف كان صعب جدا مع نهاية الشوط الأول. المفروض كان يكون تركيز، وهذا الشيء تكلمنا عليه، التركيز مهم خصوصا في هذا الشوط. هذا استقبال الأهداف مهم جدا، لكن كما قلت كانت هناك سيطرة، كان هناك استحواذ لماميلودي سان داونز لكن بدون أي خطورة. يعني ما شاهدناش كانت خطورة أو فرص كثيرة على مرمى الوداد. بالعكس الوداد كان يلعب بذكاء ويدافع بشكل جيد. مشكلة الوداد هي في التحولات، دائما كان هناك بطء في عملية التحول. الوحيد أنا في اعتقادي اللي بوسفيان اللي في الجهة اليسرى كان خطير سريع وكان ممكن يعمل خطورة على فريق سان داونز. سان داونز صحيح أنه كان مستعود، وهنا الهدف متابعة لم تكن جيدة كذلك حتى من المدافعين. وطبيعي كما قلت يجب تكون تركيز عالي في مثل هذه المباريات. 12 دقيقة أنا أشوفها كان وقت كثير أضافه الحكم. حتى دور وسط الميدان الدفاعي في الهدف يتحمل مسؤولية، لأنه نشاهد هنا المدافعين أمام صاحب الكرة، لكن على مستوى التغطية من وسط الميدان تراجع الدفاعي. كان بعض الأحيان تراجع يكون مبالغ فيه. وثاني شيء أنا اليوم وسط الملعب ما عجبنيش وسط الملعب صراحة، لأنه كان يفقد أول شيء الكرة بشكل سريع. في عملية الضغط ما كانش هناك ضغط، لأنه اللاعب مسك الكرة عمل كنترول ثم سدد، لم يكن هناك ضغط على حامل الكرة. وبالتالي حتى في عملية الخروج يعني ضيعنا كرات كثير في وسط الملعب، خصوصا وسط الملعب المفروض هو اللي يكون مركز أكثر في المباراة، هو اللي يمكن ينقص حماس اللاعبين سان داونز في عملية الاحتفاظ بالكرة، لأنه ما استطعناش باش نحتفظوا بالكرة في واحد الوقت اللي كان المفروض نحتفظ، لأن كان هناك ضغط على مرمى فريق الوداد. كما قلت البحري اليوم معزول ويركض دائما، يلعب وحيد امام المدافعين، كانت دائما الغالبه لمدافعي سان داونز. انا في اعتقادي يجب تغيير الان، يجب تغييرات. سنتحدث عن ولكن ذلك. يجب دائما اللعب بتركيز كما قلت. لا زالت 45 دقيقه. ونحن نشاهد بعض المحاولات التي اتيحت لميلودي سان داونز. كابتن هيثم، بدا ان الاعتماد الكلي على الشكل والاسلوب الدفاعي لم يكن خيارا ناجحا الى حد الان في الشوط الاول. هو كان ناجح الى الوقت بدل الضايع، ولكن هي دي مشكله الفرق اللي بيبقى عندها تو اوبشنز، اختيارين، ومشكله او ميزه الفرق اللي ما عندهاش غير اختيار واحد وهو اللعب على الفوز. ماميلودي سان داونز كان لابد ان هو يسجل، انما الحقيقه الوداد لعب على اختيارين منها التعادل، فلجأ للدفاع البحت. انا في وجهه نظري قدرات الوداد الهجوميه لم تظهر بدون اي هجمات طيله الشوط الاول خالص. وانا اشوف ان في خطأ كبير جدا من المدافعين، ان هم بيرجعوا الى مناطق قريبه جدا من حارس المرمى يوسف المطيع. لابد يكون في جاب نوعا ما تبعد المهاجمين عن المنطقه الخطره، انما تقريبا دفاع الوداد بيلعب في نص ملعبه وفي اخر 30 متر وتقريبا في منطقه البوكس. ميزه ماميلودي سان داونز ان عنده لعيبه بتتحرك بشكل جيد في البوكيتس بين الخطوط، وده اللي تلاحظه في عمليه التسديد. اي كره تانية راجعه من الدفاع هم اللي بياخدوها، ودي حصلت اكتر من مره، وتحديدا في لقطه الهدف، لان كان لازم يكون في ضغط على اللاعب المسدد. يوسف المطيع حاول فيها وانقذ الكره، وقعت من ايده، وكان ذكاء كبير جدا من مسجل الهدف، لان كان معاه مدافع وحارس المرمى وهو لعبها عاليه في سقف الشبكه، لان عارف ان الاثنين هينزلوا على الارض. ولكن هذه لقطه الهدف صحيح. بص البوكيتس بين الخطوط الوداد اللي ماميلودي سان داونز بيلعب فيها، الارتداد بتاع لعيبه خط الوسط غير جيد، فدايما خط دفاع الوداد مكشوف وبيتصوب من خلاله تصويبات على المرمى، وحذرنا من تصويبات فريق ماميلودي سان داونز. الجاب اللي بين المدافعين واللعيبه خط الوسط اللي راجعه او المهاجمين ده كبير قوي، ده ما كان يجب ان يكون. لازم المنطقه دي تحديدا الزون 14 تكون محميه، لان هي دي المنطقه اللي بتسجل منها حوالي 70 او 80% من الاهداف. اوكي الكره مش متصوبه جامد، ولكن هي مش باينه ما بين الاقدام، فيدوب يوسف المطيع انقذها ووداها على الجنب.
كان التوقع بتاع المهاجم افضل من توقع المدافعين، وتفكيره الحقيقه كان جيد لانه عارف ان يوسف والمدافع هينزلوا على الارض، فلعبها هو علي شيبينج في سقف الشبكه. هدف مميز ولكن كان من الممكن تجنبه. انما التعويض ممكن خلاص. انت دلوقتي اللي كنت خايف منه حصل، دخل في شباكك هدف. عشان تفوز بالبطوله لابد انك تسجل، ولكن برضو ليس على حساب الدفاع. لا افراط ولا تفريط، لا افراط في الهجوم ولا تفريط في الدفاع. لابد ان انت تلعب بعقلانيه شديده جدا. عفوا على المقاطعه، ونحن نتابع كابتن يوسف احصائيات 26.9 استحواذ للوداد مقابل 73.1. كل الاحصائيات تصب في مصلحه ماميلودي سان داونز. ما الذي يجب ان يفعله عادل رمزي في ظل ما شاهدناه في هذا الشوط الاول؟ صحيح كان استحواذ صحيح، كان تقريبا 73%، لكن بدون خطوره، يعني ما شاهدناش فرص يا امين. صحيح. هناك استحواذ، لكن الوداد عرف كيف. لكن المشكل كما قلت في وسط الملعب اليوم في الثلاثي سرغات ودراوي الحيمود، في عمليه التحكم في المباراه والتحكم بالكره بعض الاحيان، واخراج الكره بشكل جيد، لانه الان دائما نفتك الكره ثم نضيعها بسرعه. بالتالي دائما احنا مضطرين ان ندافعوا بشكل كبير، خصوصا تكلم هيثم على ندافع بدفاع متاخر، لانه يعني قريبين من المرمى. اي خطا لاعبين مهاريين لاعبين صن داونز ثم ممكن يسجلوا لنا في اي لحظه. المفروض حتى الخط الدفاعي يطلع شويه، يطلع البلوك الدفاع بعيد شويه على المرمى، نحاول نضغط عليهم، ناخذ الكره ثم التحولات السريعه. عنده الحلول، عنده أناجم، لانه ما شاهدناش الاحتيمي اليوم، لانه اكيد انا الاصابه مأثره عليه. أناجم حتى البحري مصاب، يعطي فرصه، لانه حتى سامبو ليس في افضل الاحوال، ولكن اعطيه فرصه 45 دقيقه اقل شيء يركض ويضغط على المدافعين. وسفيان ممكن ان يفيد في الكرات العاليه، لانه يجيد الكرات التحركات، لانه لاعب بدني جيد، يتحرك بشكل جيد، يطلب الكره، يعطيك مساحات. بوسفيان انا في اعتقادي اللاعب الوحيد اللي كان ممكن يعمل يصنع الفارق، لانه سريع وعنده لاعب مهاري، لكن يحتاج الى المسانده كذلك. اللاعبين الوسط لا سرغات ولا دراوي ولا حيمود ولا واحد فيهم يساندهم، دائما يبقوا يخلي اللاعبين المهاجمين معزولين. المفروض الحيمود يصعد بعض الشيء، يخلي سرغات والدراوي في الجوانب الدفاعيه، والحيمود يتقدم اكثر، يخليه قريب من المهاجم البحري، لانه دائما البحري معزول، ما يقدرش وسط 3 لاعبين مدافعين، صعب عليه انه يحصر الكره ويتصدر زملائه. سفيان المفروض يكون اقرب بعض الشيء. وانا اشوف التغييرات، خصوصا التغييرات على المستوى الهجومي، سامبو يدخل مكان البحري، ولاعب أناجم يدخل مكان الحتيمي، ويعطي حتى كذلك فرصه للاعب لانه عنده خبره، رغم انه ما عنده الهوني ما نساجمش كثير، لكن مثل هذه المباريات عنده خبره وعنده تجربه، ممكن يفيدك في 20 دقيقه او 25 دقيقه. كابتن هيثم، البدء مباشر لكم جديد معكم الاخ رضا من قناتكم عالم الرياضه، قناتنا وقناتكم كاملين. خوت نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. خوتي خواتاتي، اليوم شاهدنا اقوى مباراه في دوري ابطال اوروبا اللي جمعت بين بروسيا دورتموند الالماني ومانشستر سيتي الانجليزي، انتهت بالشوط الاول 0-0. ايضا شاهدنا ليبسيك الالماني واجه نادي ريال مدريد، وكان ليبسيك فاز على ريال مدريد ب2-0، ولكن المتالق الجميل الانيق المهاري فينيسيوس ماركا واحد الكره راسيه خطيره وسالاو الشوط الاول 2-1. وكنتمنى حد موفق لجماهير نادي ريال مدريد انه يفوزوا بهذه المباراه، وكما كنعرفوا ريال مدريد تاهل للدوري 16 في دوري ابطال اوروبا. ايضا غدا ان شاء الله بحول الله غادي نشاهدوا عرس كروي غادي يجمع بين برشلونه وبايرن ميونخ في الملعب الكامب نو في مجموعات دوري ابطال اوروبا. وبالنسبه لي انا هذا الماتش ما كنقولش غادي يكون ماتش عادي، غادي يكون خارق للعاده. البارسا خصو يرد الهزيمات اللي شاهدنا الموسمات اللي فاتوا امام بايرن ميونخ، دمر الموسمين اللي فاتوا برشلونه. اكبر دمار اللي شاهدناه هو 8-2 7
الواحد ايضا شاهدنا العام اللي فات 3 ذهابا و3 ايابا، وهذا الموسم كان الذهاب 2-0، ولكن غدا ان شاء الله نتمنوا من الله برشلونه يكون في نهاره وما يحشمش الجمهور الكاتالوني بهذه المباراه. خوتي خواتاتي بغيتكم حتى نتوما تعطيوني رايكم في هذه المباراه، والراي ديالكم راه مهم بالنسبه لينا حنايا، وشكرا لكم جزيلا. الخوت ديالي باش ما نغبرش عليكم بغيتكم تخليو لي التعاليق ديالكم وبلبلوها تعاليق وتهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.